99% من الناس ما عارفين شي 4 ديال الخطوات اللي غادي نهضر عليهم اليوم، والناس القلال اللي عارفينهم ما كيطبقوهمش، ولا تلقاهم ما عارفينش كيفاش لقيت انت اللي كتسكرولي تيك توك ولا كتفرج في يوتيوب ولا كتطلع الدوبامين. كاينين بزاف ديال الناس فلاش ديالنا خو داكشي اللي ما حقوش 99% من الناس دايرين بيزنسات ناجحين مدخلين السبب ديال الفلوس وواصلين في حياتهم. علاش؟ كيطبقوا 4 ديال الخطوات غادي نهضر عليهم اليوم واللي خاصني نطبقهم انا وياك. تفرجت الاف السوايع ديال الكونتنت على البيزنس، على السيلف ديفلوبمنت، قريت بزاف ديال الكتب على المليونيرين مليارديرين، واليوم غادي نشارك معكم داكشي اللي تعلمته في اعوام في اقل من 20 دقيقه. كان قبل ما نبدا الخطوه الاولى دير سبسكرايب الله بليز بليز بليز. يجبنيش نجلس هنايا غادي نهبط الارض اخويا، انا ارض حسن لي. دابا مباشر خيطات هذا كيكونوا كيبانوا شي خيطات بحال شي نيه باش نترجلوا شي شويه راه لاعبين ناقصين. كاع مباشر. الخطوه الاولى هادي ما غاديش بزاف الناس ما يبغيوش يسمعوا، بزاف الناس غضرهم غتنغزهم، هي انك تعترف باللي راك كتضيع الوقت وتعترف باللي راك ما كدير حتى خريه بهذا الماء. واش نقول هاد الهضره؟ العام اللي فات تيك توك تيليشارجا اكثر من 8 المليون مره في المغرب. هادشي كيعني 8 المليون ديال العقول يتبرمج عقلهم على الدوبامين اللي سري اللي كيعطيهم البليجر والمتعه والفرحه في ثواني. برين روت، داك الدماغ كيتخمم. خاصك تعرف واحد البلان بلي راه الدوبامين فيه انواع، وراه هادشي اللي واصلين له حنايا في التطور التكنولوجي وكذا راه باش كان بالدوبامين. بالدوبامين. ولكن اين نوع ديال الدوبامين لا يخليك كتمنى انك تكون عندك ديك الفصاله اللي ناضي وتمشي تريني عليها اعوام، ماشي 2 ثواني تقاتل باش ديرها. ولا داك النوليج اللي كيجيك باش تقرا كتوبه، ماشي بحال دوك الرواب اللي كيديروا فلوس انت ديرهم كتوبه يو ماذا باش كيجي باعوام ديال القرايه ديال الكتوبه وبداك الدوبامين ديال انك باغي داك النوليج، ولا داك الدوبامين فاش كتبغي دير داك البيزنس. هاد النوع ديال الدوبامين راه هو اللي مزيان وهو اللي يعاونك انك دير دوك الانجازات اللي مهمين في حياتك ودوك التحقيقات. ماشي تحقيقات المحقق كونان تحقيق. المهم راه الفكره وصلت، ولكن الحاجه اللي زوينه وحنا دائما نشوفوا الناحيه الايجابيه هي انها ما كاينش شي وقت بحال هادي ولا ساهل انك توصل وتولي حسن من 99%. علاش؟ حيت انت كتحس بالدوبامين راه كلشي ماشي انت. ومازال نهضر من بعد في هذا الفيديو على كيفاش هذا البلان وكذا. الا انت الا كنت دير شي حاجه ما مستعدينش يديروها هما وتبعد على داكشي ديال الديستراكسيون وداك الدوبامين ساهل، راك 100% تكون حسن منه. وخذ لك هذه راه شتي القدره ديال انك تكون كدريم بك، يعني كتحلم كبير، كتقول شي احلام اللي الناس كاملين تيقولوا مال هاد مدرك هذا واش حماق طار له الدماغ. بحال دابا مثلا حاليا مع دابا كبرت الشعر بقاو ولاد الذين تيقولوا لي هذا صافي راه طار له الدماغ. مع دابا مره قال لك لي هاد الشعر حتى هو كيخرج عليا صاحبي خاصو يعاونني يبان لي شي شويه كاريزما تنبان صاحبي مضعبط. المهم تحلم شي حلم كبير اللي غادي يخلعك ويخلع بزاف الناس ويبقاو يقولوا عليك بلي راك حمق، ولكن لا يخليك دير شي حوايج ما كيديرهمش الاغلبيه ديال الناس. What's the best advice you've ever got? One thing that helped me, you're crazy until you're successful, then you're a genius. ندير بحال اندرو تايت عندك كنت نبان بزاف هانيه شوف بحال راه عشراني بيساند الله والنخت راه تاسع مالا شي ناضي الصراحه. المهم هادشي كيخليك ما تبقاش تبعي الاراء ديال الناس الاخرين وتولي تبع الراي ديالك انت الراي ديالك اصاحبي راه مهم على اي واحد. حلم شي حلم كبير وامن به وانا غادي نامن بك وخا ما يامن بك حتى واحد. I believe in you my best friend خي ديالي I love you so much fuck you نيكشيش. عرفتي دوك خوتنا صاحبي كتلقاهم كياخذوا داكشي بجديه وما تنشدك نتايا غادي ناكل امك. بغيت نقول واحد الكلمه خايبه كيحشوم ما علينا، ولكن مالك اصاحبي سير تقاتل سير نشدك ايزي صاحبي خذ ريلاكس بوزيتيف مايند ضحك داكشي ناضي صاحبي الحياه جميله. بغيت نعطي دابا مثال بستيف جوبز وورن بافيت وايلون ماسك ودوك اللي ناضين الغوروز ولا ماعرفتش كيسميو كيما بغيتي تسميو. هادوك ماشي كانوا كيتبعوا الترند، هما اللي كانوا كيخلقوا الترند، هما اللي كانوا كيشوفوا شي حاجه فاليوبل قيمه، كانوا كيشوفوا مثلا شي حاجه قيمه قبل ما يشوفها الناس كاملين وكيتبعوها بكل انش بكل سنتيم في عرقهم وكل سنتيم في قلبهم. ولكن الخبر المفرح هو ماشي بالضروره تكون خاصك تعرف شي حاجه ما عرفهاش الناس كاملين. راه شتي الا مشيتي تشوف واي كومبينيتور غادي تلقى جميع الشركات اللي كاينين تما و90% من الشركات اللي ناجحين دابا
بحال مثلا اير بي ام بي، فيسبوك، سترايب، هادو هما اللي جاو بالي الصراحه. ولكن حرفيا 90% منهم ما كانوش هما الاولين. مهم يعني ماشي بالضروره تجيب شي حاجه جديده، لا، جيب شي حاجه اللي كاينه الماركت كيقلب عليها وانت انوفيتي عليها ودير شي حاجه مزيانه. وماشي بالضروره بيزنس ولا ستارت، يقدر يكون حتى يوتيوب. مثلا نشوف الماركت المغربيه شنو فيها وشنو ما فيهاش وشنو اللي خاصو يدار فيها وفين خاصنا انوفيتي. المهم كوبي لايك ان ارتست، واحد الكتاب كيهضر لهاد البلان هذا. ولا تشوف شي بروبليم في الماركت، تشوف شي مشكل كاين في الماركت انت كتعيشو كل نهار ولا بنادم كيتشكى منه وتحاول تحل. دير في بالك باللي راه ماشي خاصك تعرف الاجوبه فروم داي وان، لا، راه مع الوقت غادي تزيد وتعرف. هاد البلان كيهضر عليه مارك زوكربيرغ. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. مع الوقت الا صبرتي وبالكونسيستنسي غادي دير شي حاجه ما دايرهاش الاغلبيه ديال الناس. ولكن خاصك تستغل هادشي اللي غادي نقوله في الخطوه الثانيه، حيت الا ما استغليتش هادشي اللي نقوله في الخطوه الثانيه راه دغيا غادي تلقى راسك رجعتي للبوان زيرو. دابا نهضر على واحد البلان، الله يكون داكشي كيبان ناظر. بغينا نديرو زعما الرول اوف ثيرز. كاين واحد البلان سميتو ذا وينر افكت، بالعربيه هي تاثير الرابح. هو برانسيب علميا ناضي ولكن في نفس الوقت كيخلع. جابوا واحد جوج فيران، الفار ا والفار بي. الفار الاول صافي حطوه في واحد البليصه وخلاوه، والفار الثاني جابوه وداروا له واحد ليبره باش انه ما يبقاش في نفس القوه ديالو، ما يبقاش في نفس الاداء ديالو، فهمتي. دخلوهم بجوجهم الفار ا مع الفار بي في واحد الحلبه، خلاهم يتدابزوا. وطبعا شكون اللي ربح؟ الفار ا. عاوتاني جابوا نفس الفيران، حيدوهم، فرقوهم، حيدوا داك المفعول اللي دايرين في بي وخلاو ا كيما هو. ا ما تبدلش لا في الاول لا في الاخر. حطوهم عاوتاني في نفس الحلبه، تقاتلوا. شكون اللي يربح في نظرك؟ غيكون بي بحيث راجع بالطاقه ديالو، غيكون ا ربح الفار ا. وفاش جاو يكتشفوا علاش ربح الفار ا، لقاو بلي ديك الربح اللي كان ربحها في الاول عطاتو التستوستيرون، عطاتو موتيفاسيون، عطاتو القوه، خلاتو كيحس بانفينسيبل، خلاتو كيحس حتى حاجه ما تقد عليه سايكولوجيا في الدماغ، ولا كيحس براسو هو افضل واحد. هكاك علاش كتلقى مثلا شي واحد لعيبي كيماركي بيوتا، كيماركي شي بيت، المشجعين كيشجعوا الدراري انت راك لعيبي، تيزيد عاوتاني كيتموتيفا، التستوستيرون كيطلع، كيزيد يماركي ويا غادي الابورد سبايرال. ولا مثلا شي خونا كتلقاه ديما مطيح، كاخياتي اللي ناضي نطيحو ياكل فيهم السم، الله يضحك الله يسهل عليه. ولكن علاش كتبدا باول وحده، مثلا نقولوا اول وحده كيتصاحب معاها، ولا اراديا مثلا شي بنت وحده اخرى مثلا شافتو مع ديك خيتي وكذا، هادشي دليل على السوشيال بروف. راه كاين في واحد الكتاب سميتو انفلونس، لا اراديا كتولي حتى هي اتراكتي عليه، واو عاوتاني تصاحب مع هادي، الدريات الاخرين يوليو يشوفوا يا تصاحب مع هاديك وتصاحب مع هادي، يعني الا جا عندي راه الشرف لي، الا جا الشرف ليا ما ندير امك مصاحبه مع رونالدو، الله ما عذرك بالرجوله. المهم هذا هو السايكولوجي، راه داكشي مرضي. هو كيشوف راسو كيتصاحب مع شي وحدين زوينين، هو كيزيد يزيان وكيمشي يزيد يتريني وكيمشي يزيد يغلوابي وكذا، ويا غادي ابور سبايرال. ولا مثلا كتلقى شي واحد في البوكس كيربح عاوتاني كيزيد هو يربح يزيد ويربح. ولا مثلا كتلقى شي بيزنس اونر كيحط شي بروداكت للماركت، كيجيو الزبناء عنده كيولي كي اتراكتي، كيجذب امبلويز واحد اخرين. ولا واحد البلان اللي خلاني الصراحه نكون قراي، ما نقولوش قراي، ولكن المهم قراي ديال 16 17 18. المهم في الصغر كنت كاسول مجمخ مجلق صافي، دائما تنقص اللور. انا واحد العشير بنت الكلبه، واحد المديره ولا ما شنو خدامه تما، دائما كتهبطني الاداره ما كتعطي لدين امي القتله صافي هانيه. ولفت على داك الحياه ديال الكسالى وكذا، كنقص اللور دائما تنخرب الضحك، طلع عاوتاني تعطيني ما ويا غادا وما مسوقش للقرايه كاع. واحد النهار دابا المهم في القسم ديالنا كانت الاستاذه كتعطينا مثلا شي سؤال واللي جاوب الجواب صحيح كينوض كيكتبوا في السبوره وكيصفقوا عليه. صافي انا ولفت على ديك الحياه ديال ما عمر نوضتني شي استاذه ولا شي حاجه. واحد المره سولتنا الاستاذه واحد السؤال، صافي انا كتبت هكذا شنو هو كذا صافي كتبت انا في السبوره. وكان عندي اصلا حيت ما كنتش هو النوض من التخريج، كان عندي واحد الطباشير كيلخر تكتبوا بحال هكا، كتكتب لك 4 حرف والنص الاخر ما كيتكتبش، النص الكبير كاع ما تيتكتب، والاخرين كتلقاهم بداك فتر وداك الاخر طباشير ناضي مباشر. صافي كتبت انا بداك الطباشير، عطاتنا الجواب، كنشوف كلشي على اللعيبات ديالهم على السبورات كلشي تا 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 تا. انا جيت كتبت هنا الجواب ديالي وتنهز. ساعه بدات تدور شوف القدام ديالها، شوف زعما قدامها كذا هذوك القرايين ما جاوبوش جواب صحيح،
غاديه وكتزيد حتى كتقرب لي وانا جالس اللور حتى كتقرب شنو بلا تزبي هادي نورمالمون راه الكره نوضه دابا شي 3 ولا 4 ينوض حتى كتوصل لي لجهتي كتشوف بداك الطباشير محي كدا النص ممحي النص ما ممحيش. قالت لي شنو كتبني؟ قلت لها الجواب الصحيح. تقول لي نوض للصبوره بداو كيصفقوا عليا كتبت الجواب ومن تما وهي غادي عاوتاني ابورت سباير. ودائما حاول ما تطيحش في واحد الفخ اللي هو ما تكافئش راسك على النتيجه، كافئ راسك على الافور اللي درتي، على المجهود اللي درتي. believe that if you tell a child or an adult that they're really good at something, that it would bolster their motivation to engage in that activity. It does not. In fact, the exact opposite happens. A paper from Dr. Carol Dweck, as well as her colleague Claudia Mueller, they essentially gave feedback that was linked up with a child's intelligence, telling a kid they're smart, they're talented, or they gave them what was called effort feedback. You tried really hard on that problem. It was great the way that you applied effort. When they were then later offered problem sets that were either challenging or were of the sort that they knew they could perform well on. First of all, the kids that got the intelligence-based feedback, when they encounter challenges, they are likely to go with the least amount of challenge so that they can continue to get the praise that they had received previously about being smart or talented. Whereas the kids that got feedback about their strong effort, more often than not, they picked the harder problems that stood to teach them more. And guess what? The kids that are rewarded for effort and that continue to pick harder problems outperform the kids that are given the intelligence praise and feedback by a large margin. واش كتلقى مثلا شي وحدين كبار بحال مثلا مستر بيست بدا بوالو جات واحد سمول وين في الصغر اللي هي كان واحد المره دار واحد الفيديو يمكن على ماينكرافت وتشهر له داك الفيديو. هذيك السمول وين عطاتو عاوتاني البرايد تستوستيرون الموتيفاسيون. ولا غاريفي في البدايات ديالو كان كيبيع الشراب مع الوالد ديالو ليكر نيجر يعني يمكن نقول نيجر حتى واحد ما يحكم عليه يا سادات. المهم كان كيبيع الشراب في المحل ديال باه وبالمثابره بدوك السمول وينز وكذا ولا من اشهر الانتربرونورز ومن اكثرهم نجاحا كيدخل 200 مليون دولار. راه كلشي كتبقى على كيفاش كتشوف انت الامور. مثلا يقدر شي بوكس شي ماتش ديال البوكس تخسر ولكن واخا تخسر تشوف راسك يا انا درت هاد ليفور واخا جبت معاه زطي وكذا. المهم كيفاش كتبريسيفي داكشي كيفاش انت كتشوف الامور كلشي في العقليه. ثالث خطوه هي خرج من الكومفورت زون. اما جيت انا هنا تكونت صاحبي كي الكليب والضو والحراره ودرت الفلفله باش شي شويه تهدى علينا اخويا كلبينا حق الرب وفي الاخر بنادم ما يخسر. ما علينا. المهم ديروا سبسكرايب على الله ديروا سبسكرايب بليز. والمهم خرج من منطقه الراحه ديالك. الا ما خرجتش من منطقه الراحه تبقى دائما تقول في راسك خليتها لغدا وداك غدا ما عمرو غادي يجي. غتبقى دائما في بلاصتك ما عمرك تطور ما عمرك تزيد ما عمرك حتى حاجه. تغيير شي حاجه كتخلع ولكن راه هي اللي غادي الا كانت شي حاجه غادي توصلك ياك خدمه خدام هادشي. الا كان شي حاجه اللي توصلك راه هي التغيير كاين اللي غادي تزيد بك القدام. دابا تخيل معايا خي ديالي تبقى دائما تنوض دير نفس الحاجه انت تغير كتنوض كدير نفس الحاجه وتعاود ديرها واش غادي تزيد لقدام؟ طبعا لا. ما وصلتيش لداكشي اللي باغي توصل له ما زدتيش على داكشي اللي انت فيه دابا ما درتي لا تقدم لا والو. وهادوك اللي مشاو وخرجوا من الكومفورت زون منطقه الراحه ديالهم مشاو حاولوا يديروا كل نهار خطوه جديده خطوه كتخرجوا من الديسكومفورت زون واخا تكون صغيره كما قلنا في الفكره اللي قبل. واخا تكون صغيره هاد اللعيبه كأنك في بلاصه ما تشرب مثلا مناضه تشرب الماء ولا دير كومنت على هذا الفيديو ودير لايك وسبسكرايب. حيت راه دابا الحياه راه موف اون راه كتحرك راه غادي تدوز سواء انت تحركتي سواء ما تحركتيش. الفرص اللي كانوا يجيوك الا خرجتي من ديسكومفورت زون ما يجيوكش. الاحلام اللي كانوا يتحققوا لك الا خرجتي من ديسكومفورت ما غاديش يتحققوا ويا غادا. راه تيقول لك اينشتاين من الجنون أن تفعل الشيء مرة وتوقع نفس النتيجة. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. ندخل شوية اللونج باش تعرفوني راه تفرجت أمريكانيين وكذا تفرج في الانجاز. إلا ما تصرفتيش دابا وطبقتي دابا غيوصل بك داك الوقت اللي غادي تشوف الناس واصلين داكشي انت اللي باغي توصل له. مثلا نقولوا انت كنتي قدام شي خيتي وما وقفتيش عليها شي دريه ديما كانت في تخياتي ما عرفتش علاش ولكن
الا كنتي مثلا قدام شي خيتي وما وقفتيش عليها وبقيتي كان فيك داك الايغو، لا ما نوقفش عليها، لا يسحب لك، لا غادي يسحب لها طايح فيها، لا غادي يسحب لها راه واعره، لا يسحب لها تيتيزا، داك الهضره اللي كتجيك في الدماغ باش زعما تطلع لك الايغو ديالك. في الاخر جلس على هذا يا ولد الكلبه. يمشي داك خونا واحد اخر ما عنده لا ايغو لا والو، عنده عقليه كيتفرج في فيديوهاتي، تفرج في هذا الفيديو هذا وعرف بلي داك الشيء ما منوش صافي، شاف ديك خيتي عرف بلي واخا تكون ريجيكسيون واخا تكون اي حاجه مشى وقف، حيت على الاقل غادي تكون نسبه النجاح اكثر من زيرو. مشى وقف عليها، طول علاقه معاها، وانت هي ولد الكلبه جالس بلاصتك، تكون خارج واحد النهار تلقاه معاها غادي شاد لها في يديها وعايش الحياه، جاي غادي ندمر هاكا تمشى لا حياه لا توزع. دابا انا عطيت مثال بالبنات، اما هادشي كينطبق على جميع مناحي الحياه. واخيا بحاجه هي غادي تعرف باللي راه الغلط ديالك نتايا، وداك التأنيب الضمير اللي غادي يجيك راه كبير كبير وكبير بزاف. ورا البلان وما فيا راك اصلا عارف شنو خاصك دير. بحال دابا مثلا كيجي شي واحد باغي ينقص الوزن، تمشي عند شي كوش عافاك شنو غندير، راك عارف باللي خاصك تمشي تحيد الماكله، راك عارف باللي خاصك تمشي تدخل لاصال، راك عارف باللي خاصك تمشي تبقى تمشى شي شويه، هادشي كامل راك عارفو نتايا، ولكن ما كديروش، كتبقى في نفس البلاصه تقول لا راه كاينه شي حاجه انا ما عارفاش. لا، بدا بداكشي اللي عارفه، بدا بداكشي اللي عندك، بدا بداكشي صغير. الحياه اللي بغيتي وباغي تحققها وباغي توصل لها راه في الجهه الاخرى ديال الخوف. الا قديتي تعطي ديما داك الخوف، الخوف راه هذه هي الحاجه باش مزيانه، حيت هادشي اللي كتحس به كيحس به كلشي. الا قديتي تجاوز داك الخوف غادي توصل للحياه اللي بغيتي، اما الا بقيتي هنايا والله ما عمرك غادي تجاوز. وحاول تيمبريسي، تقبل داك الامبارسمنت، داك الاحراج اللي كيكون في الاول. بحال دابا شو داير امي انا جالسه هكا هنايا مبزديه شحيمه كدا الشعر والاحراج، وبدا بنادم دابا راه شحال من صاحبي كيشوف لي فيديوهات كيبقى يطوب عليا، ولكن الا صبرت على هذا الاحراج ديال الاول وقدرت نكمل وبداو كيطوروا فيديوهاتي من بعد، بنادم يبدا يجي يسولني كي درتي لا كي درتي لا وكي درت لها، راه هي نفس البرانسيب، هي انني خرجت من الديسكomfort وصبرت على الاحراج الاول. المهم من دابا 5 سنين غتشوف راسك غيكون حاجه في الجوج، يا اما غادي تشكرني وتكون فرحان بالخطوات اللي درتيهم وانك درتي الخطوات الاولين وخرجتي من الكونفورت زون، ولا الحاجه الاخرى هي انك غتبقى تقول ودابا شنو كان يوقع، الا وغادي تندم ويجيك تانيب الضمير وتمشي تنتحر. الله يستر. المهم رابع خطوه خاصك ديرها هي انك تدبر على هاي انكم سكيلز وتستغل الليفريج. انت كشخص كتفرج فيا خاصك تكون كتحل المشاكل ودير شركات، ومن دوك الشركات هما اللي ان شاء الله غادي تدخل بهم الملايين والملايين، حيت اصلا مليونيرين مليارديرين من الناس من الشركات. ما عمرك تلقاش زعما اغنى الرجال في العالم داروها بشي حاجه مثلا رئيس مغني، دائما الشركات. وباش تكون انت مقاول خاصك واحد مهارات عاليه الدخل. كاينين سوفت سكيلز وهارد سكيلز. كاينين سوفت سكيلز بحال مثلا الليدرشيب، انك تكون عندك المهاره ديال تقود التيم ديالك، تقود الفريق ديالك اللي معاك فيهم نفس الفيجن ديالك. ثاني حاجه كاينه النيغوسياسيون هي زعما تشاطر، تعلم كيفاش تشاطر مع بنات. ولا كاينين شي سوفت سكيلز مثلا بحال الهايرين، تعلم تخدم افضل تالنت، افضل مواهب كاينين في السوق. ولا كاينين شي سوفت سكيلز بحال البيع والشراء، انك تحاول تقنع بنادم، البيرسويجن. ترى الحياه راه عباره عن بيع وشراء، كتبيع راسك لوالديك، كتبيع راسك لخوتك، كتبيع راسك للمستثمرين، كتبيع راسك للزنقه. راه ديما دارك هيومن، عندك شي نهار نلوح شي نويطه ونتكانسلا. انا مازال ما طلعت باش نتكانسلا، خليش نطلعوا بعدا نشوفوا الكانسلات. ولا كاينين مثلا شي هارد سكيلز، مثلا انا المهمه ديالي في الحياه هي انني نبني شي ستارت اب ونكزيتيها اللي هي غادي نبيعها. وكشخص نون تكنيكال، هارد سكيلز اللي يخصوني هي مثلا البيسكس ديال السوفتوير انجينيرين، البيسكس ديال الكودين بروغراماسيون كذا، خصني ضروري نعرف داك المجال. ولكن المهاره المهمه اللي خصني نتعلم لها هي مثلا البرودكت مانجمنت. المهم البرودكت مانجمنت شنو هي؟ انت كتعرف واش هذا المنتوج اللي حاط، واش الانجينيرز اللي كاينين زعما يستاهل داك الوقت اللي يديروا فيه. كتشوف عاوتاني الديزاين، واش الديزاين مزيان للماركت، واش كبزنس من الفايابيليتي ديال البيزنس، واش زعما من الناحيه ديال الربح المالي واش مزيان ديرو ولا ما مزيانش ديرو. ويا غادا هذا هو البرودكت بصفه عامه. وكاين الماركتين. المهم هاد ربعه هما اللي جاو في بالي، تندير شي فيديو ان شاء الله بالطيط. ولكن المهم نسيت واحد السوفت سكيل واحد اخر اللي هي مهاره ديال الهاسل، ديال انك مثلا بغيتي مثلا نقولوا شي اضاءه للبيزنس ديالك وقالوا لك لا، غادي تمشي تدبر كيفاش تصوني لهذا تمشي تدبر تقول له عافاك، تقلب بشي طريقه واحده اخرى تمشي ترغبو كاع. حتى الا قال لك بغاك تمسلو زبر كتمسلو زبر.
دارك هيومر، ما تنساش دارك هيومر، فهمتي خاص التويست ديالي، ولا نبقى نكون انا بحالي بحال اي واحد، خاص ضروري نزيد التويست ديالي اللي هي دارك هيومر. تقبلوها اخوتي، يا ربي تقبلوها، الا ما تقبلتوها صافي نقولوها لي نحيدها، ما بقاش نقول لا دارك هيومر لا والو. ما علينا، بزديت هنايا. المهم الحاصل هي انك تجيب الحاجه باش ما كان تجيبها معين السبع. وثاني حاجه بغيت نهضر عليها، ماشي خاصك غير الهاي انكم سكيلز، خاصك تعرف واحد اللعيبه ديال الليفريج. وهاد اللعيبه كان قالها نافال رافاكانت، نافال رافاكانت. يعني هاد الليفريج هادي خاصنا نحيد عليها الصندال. شنو هي هاد الليفريج؟ هي انك داك ليفور اللي كدير ما كيساويش داك النتيجه اللي كتخرج بها. ليفور اللي كدير كيكون غير شويه قليل، ولكن النتيجه اللي كتخرج بها كتكون كبيره بزاف مقارنه مع ليفور اللي كدير. وهذا البلان مناش كيجي من 4 ديال الحوايج قال لهم نافال رافاكانت. اول حاجه اللي هي الكابيتال، الفلوس. الا كانوا عندك الفلوس راك غادي تجيب بنادم تهاير زعما توظف، تجيب داك البرودكتس اللي خاصك في البيزنس ديالك الى غير ذلك. ثاني حاجه اللي هي هو انك كتحط مثلا جا فيديو مثلا مره واحده وبنادم كيبقى يشوفو يعاود يشوفو وهذا الشيء ما تحتاجش نتايا تعاود تحطو لا. بحال مثلا شي واحد بغى يشري مثلا شي صنداله، خاصك تصنع المره الاولى تبيع لهذا، تصنع المره الثانيه تبيع لهذا، تصنع المره الثالثه تبيع لهذا. كونتنت لا، كتصنع مره واحده وكيبقى يتفرق على الناس. والكونتنت ماشي كي بالضروره يكون اي فيديو، يقدر يكون حتى كتابه، تويتر، بلوغ الى غير ذلك. ثالث حاجه اللي هي الكولابوراسيون. شنو هي كولابوراسيون؟ هي الفرقه اللي كتكون عندك، التيم اللي كيكون عندك اللي خدامين معك في الشركه ديالك، سواء تيم ديال يوتيوب، سواء تيم ديال شي ستارت اب، سواء المهم اي تيم. الا كانوا ناقصين عيانين راه انت غادي تكون داكشي اللي كدير يكون ناقصو عيان ميديوكر. ولكن الا كانوا هربانين، خصوصا مثلا في شي مجال بحال التكنولوجي، ماشي عي كيدوبليو النتيجه، ماشي عي كيتريبليو، كي 100 اكس ولا 50 اكس. هاد اللعبه dynamic range between average and the best is at most 2 to 1. Right? Like if you go to New York City and you're getting an average taxi cab driver versus the best taxi cab driver, you know, you're probably going to get to your destination with the best taxi cab maybe 30% faster. You know, in an automobile, what's the difference between an average and the best? Maybe, I don't know, 20%. The best CD player and an average CD player, I don't know, 20%. So 2 to 1 is a big dynamic range in most of life. In software, and it used to be the case in hardware too, the difference between average and the best is 50 to 1, maybe 100 to 1. Easy. Okay? Yeah. Very few things in life are like this, but what I was lucky enough to spend my life in is like this. ورابع حاجه هي الكود. هادشي علاش قلت لكم الكودين مزيان تعلمنا، حيت الكود حتى هو بحالو بحال هاد الثلاثه اللي قلت لكم دابا، كتقادو مره واحده كيبقى يتفرق. كيما عطيت مثال مثلا بالصنداله، ماشي مثلا صنداله خاصك تقاد صنداله لهذا، تقاد لهذا، لا، حاجه وحده كتقادها وكيبقى بنادم كيستخدموها كاملين. نفس الحاجه اللي كتقادها، حاجه وحده كتقادها كيبقى بنادم كامل كيستخدم ديك نفس الحاجه. هادو هما 4 الحوايج اللي خاصك تستغل: كود، كونتنت، كولابوراسيون. المهم وكل ما تعلمتي شي مهاره باش دير شي واحد راه كيكمل واحد. كيفاش هادشي؟ شنو كنقصد به؟ مثلا كتلقى شي واحد شي انجينير ناضي في الكودين، صافي كيبدا بالبروغراماسيون ستارت اب كذا، موراه كيدوز الكونتنت عاوتاني. فاش كيدوز الكونتنت كتكون عنده اليجيبيليتي، كتكون عنده اهليه يهضر على داكشي، حيت هو اصلا داز من المرحله الاولى اللي هي الكود. فاش كيكون عنده دابا الكونتنت والكود تيكون عنده كابيتال، حيت اصلا راه ناجح. فاش يكون عنده كولابوراسيون حيت عنده كود وكابيتال، ولا مثلا بالعكس اللي يبدا بالكونتنت وبالكونتنت مثلا كيمشي يجيب كولابوراسيون اللي هي التيم يخدموا معاه وكذا، يدير كود بداك الكولابوراسيون. وصافي فاش غادي يدير كود يجيه الكابيتال، وفاش يجيه الكابيتال عاوتاني يبدا يعمر دوك الخانات كاملين، 4 الخانات كاملين ويا غادا. المهم بدا بحاجه واحده وانت غادي كتطور. ندور هاد الحشره زين يصفق حشرات كيمشيو كيتبعوا الضوء. واو، انفستر ان لم يكن افضلهم. شنو كان قال لك؟ عنده 60 عام ديال ليكسبيريونس في الاستثمار، كثار كاع من 60 عام، دابا كون كاع شي 80 عام، نقولوا حنا شي 80 عام ديال الاستثمار، باش يكون هاد الخونه اللي مقود وداير هاد الشيء كامل وكلشي كيتانسبيرا منه، كلشي دايرو في المرتبه الاعلى، باش يقول لك راه هادشي كامل اللي جاني من قرارات قلال. راه واو، شحال في القوه ديال باريتو برينسيبل 80-20 رول، حيت راه
راه 80% من داكشي اللي غادي يجيك من ويلث، اللي هي من فلوس ومن ثروه، اللي غادي كيجيوك من 20% د الحوايج. يعني توقع الاغلبيه د الحوايج اللي دير في حياتك غادي يفشلوا، حاجه ما غادي تكون مزيانه. قليل فيهم اللي مثلا نقولوا واحد ولا جوج ولا ثلاثه ديال الحوايج اللي غادي يكون عندهم تايمين مزيان، توقيت، البرودكت كان هربان الى غير ذلك. تيكونوا بزاف ديال العوامل اللي خصنا نستافدوا من هذا البلان. هو انك دائما كما قلنا خرج من ديسكomfort، put yourself out there. المهم خدم على راسك وتسنى مع الوقت يجي the perfect product the perfect opportunity، المنتوج المناسب، الفرصه المناسبه. المهم خاصك ضروري تخرج وتحط راسك. ما خصكش ما عمر تجيك ديك الفرصه المناسبه. خاصك تزيد النسبه ديال اللاك، خاصك تزيد النسبه ديال الحظ ديالك. الا بقيتي في بلاصتك الحظ تيكون النسبه ديالو 0%. الا خرجتي من بلاصتك الحظ كتزاد النسبه ديالو. كل ما خدمتي اكثر كل ما كتزاد نسبه الحظ، كل ما كتزاد النسبه تولي بحال وارن بافيت، نوليو كاملين. المهم وصلتي لهذا الفيديو نعاود نقولها، one nigga for everybody for every nigga for every day. وهنمرتي غنهضر معاك ونبوسكم في فمك. دارك هيومر، اتونسيون دارك هيومر، ما نبوسكش في فمك فريك. الله يحفظك وتفرج لهذا الفيديو الا كنتي مازال انتريسي. المهم شكرا بزاف، ليتس جو توغيذر. ما نسالي الفيديو نوريكم القطيطه ديالي زوينه. ها هي زوينه، شحال زوينه. شكرا.